مغاربة خاصة بعد دستور 2011 بدأ أن الجميع مع المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير، حتى الذين في عمقهم وفي ممارستهم ضدها اليوم على مستوى الخطاب مع كامل الأسف ما تيمكنش المواطن أن يميز، خاصة أن ما يجري في البرلمان هو التي يسجل المواقف الرسمية لا يقع تسويقه إعلاميا. مجموعة من الناشطين في ميدان حقوق الإنسان هم ضد كل توسع في ميدان حقوق الإنسان. مجموعة من الناشطات والمتحدثات عن المساواة لكن انتماءاتهم السياسية وتموقعاتهم الحزبية تجعلهم يصوتون تداخل البرلمان ضد المواقف الداعمة للمساواة وللمناصفة. تمشنا في المجتمع واحد العنف، مقاومة كل اقتراح أو مشروع من أجل الحرية أو المساواة أو العدالة أو الدفاع عن القضايا الاجتماعية. لكن في نفس الوقت على مستوى الخطاب تجد هؤلاء هم من يتحدثون كثيرا. لذلك لا بد من فرز في المجتمع. في هذا الإطار اعتبرنا أنه ما يتعلق بالمرأة لا يمكن أن تكون مع المرأة وضدها في نفس الوقت، ولذلك اليوم يجب أن يكون هناك فرز حقيقي، والفرز تيكون على مستوى القواعد القانونية. الاتحاد الاشتراكي غادي يفتح نقاش مع الفاعلات والفاعلين في هذا المجال ومن أجل هذه القضايا، وغادي يفهم به كل الملتزمات سياسيا ومطالبة الرأي العام بمتابعة تصويت هؤلاء جميعا، لأنه تعبنا من أن تكون المواقف فيها نوع من التضليل والتغليط لرأي العام ويبدو له أن الجميع معه، وهو في العمق كما تبين لنا من خلال مجموعة من مقترحاتنا التي صوتت هؤلاء ضدها أو صوتت بعض المدعيات لانتمائهن لهذه القضايا صوتت ضدها. لذلك حان وقت الحسم بالنسبة لهذا الأمر.